زمان واحنا صغيرين ما كناش بنلعب لعب عادي، ما كناش بنحب نلعب لعب كده بسيط، فاهم؟ احنا كنا بنلعب مصارعه. عارف انت المصارعه الحره اللي كانت بتيجي في التلفزيون، الدبليو دبليو اي والدبليو اي دبليو والدبليو سي دبليو والكلام ده. احنا كنا بنحب نلعب. بس بصراحه اللي احنا كنا بنلعبه اقرب الى مصارعه التيران. يعني مصارعه التيران هي ايه؟ مصارعه التيران دي يا معلم، وامتى بدات؟ وليه انسان عاقل اصلا يروح يصارع تيران؟ هي مش دي يعتبر شيء فيه وحشيه وغير منطقيه؟ بص يا صديقي، الفكره انه هي جت من حلبات القتال الرومانيه القديمه دي، اللي شفنا امثله كتير في افلام وحاجات زي كده، لكن هي بدات في اسبانيا. بس اللي عايزك تعرفه ان اسبانيا كانت جزء من الامبراطوريه الرومانيه، والفكره اتنفذت لاول مره سنه 711 ميلاديه، احتفالا بتتويج ملك اسمه الفونسو الثامن. دي كانوا بيمارسوها في الاول على الخيل، وكانوا بس بيعملوها علشان يسلوا بيها الطبقه الارستقراطيه، الجماعه اللي بيبقوا ماشيين مناخيرهم في جبهتهم. بعدين بقت بتتمارس على الارض وباسلحه صغيره وشال احمر بسيط، انت اكيد عارفه يعني